ما تيجي اقول لك عملت ازاي شيش طاووق بتاع المطعم في البيت. عشان اعمل الشيش طاووق هحتاج مع الفراخ بتاعتي فلفل الوان، بصل وجزر. كمان هحتاج صدور من الفراخ، معلقتين كبار من المستردة، وكوبايه زبادي صغيره. اول حاجه عندي معلقه كبيره من المستردة، كوبايه من الزبادي، نص ليمونه، نص من عصير برتقانه، رشه من الثوم البودر، رشه من البصل البودر، كمان رشه من جوز الطيب، رشه من البابريكا، ورشه من الكركم. هبتدي اديها رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح. بعد ما وصلت معايا ودخلت كل المكونات بتاعتي في بعضها، هبتدي اضيف لها معلقتين من الخل الابيض وكمان معلقه من زيت الزيتون، وهبتدي اقلب كل دون تاني. ابتدي معايا بالفلفل، هقطعه مكعبات كبيره بالشكل اللي هوريه لكم ده، وهبتدي اخدها نصين. معايا نص جزرايه هبتدي اخدها سلايزات رفيعه جدا. كمان معايا البصل بتاعي هبتدي اخده بالشكل ده واقطعه لنصين بالشكل ده، وهبتدي ان انا افرطه. هاخد المكعبات كده. بعد ما قطعت الخضار بالشكل ده هاخده كله في البوله بتاعتي، هنزل عليه بمعلقه واحده بس من التتبيله وهقلبها كويس قوي. الفراخ بتاعتي هجيبها صدور او وراك المتاح عندي، وهبتدي ان انا اشيل منها الجلد الزياده دوت، وهبتدي اخدها لمكعبات كبيره على حجم الخضار. بعد ما قطعت الفراخ بتاعتي بالشكل ده هاخدها في التتبيله، ادخل فيها التتبيله بتاعتي كويس قوي، وهسيبها في التلاجة لمده نص ساعه علشان تشرب من التتبيله بتاعتي. لو عندي السيخ التخين يبقى هو واحد بس، ستيكس واحد بس كفايه قوي، ودي تكون منقوعه. السياخ بتاعتي ايا كان نوع السياخ هنقعها في ميه ومعلقه خل قبلها ب10 دقايق زي ما انا عملت. يلا بينا. اول حاجه عندي هبتدي اخد الخضار بتاعي كده بالشكل دوت، وراه على طول حته من قطعه الشيش طاووق بتاعتنا، وكمان بعديها اي فلفل عندي بالشكل ده، كمان قطعة فراخ بعديها على طول، ممكن كمان واحدة من الجزر، كمان قطعة من الفراخ، كمان معاها حتة من الفلفل، كمان حتة من الفراخ تاني، جزر، فراخ، واخر حاجة قطعة فلفل. هعمل الكمية كلها بالشكل دون وهرجع اوريها لكم. ده الشكل بعد ما خلصت خلل الشيش طاووق وعملتها من صدرين فراخ. بصوا من صدرين فراخ عملت كام واحدة، ولا احلى من كده. يلا بينا نجيب جريل سخن على النار ونشوف هنعمله ازاي. بخة بسيطة من الزيت بالشكل ده، وهبتدي انزل فيها خلل الشيش طاووق بتاعتي. بعد 10 دقايق بالظبط هبتدي ان انا اقلبه على الوش التاني. شايفين الجمال والحلاوة واللون اللي هو خده؟ وبكده بعد ما عدى عليها 10 دقايق تعالوا شوفوا عاملة ازاي واستوت معانا ولا اروع من كده. وبكده نكون عملنا اسرع شيش طاووق من صدرين فراخ بس. ما تنساش تدلعنا بلايك وشير، سبسكرايب وفولو لكل منصاتنا. هستنى رايك في الكومنت.